ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو مميز جدا هنعمل فيه طريقة وجبات الجلاش بطريقة سهلة قوي وبسيطة تعمليها في دقايق. اي حد مش بيعرف يعمل حلويات يقدر يعملها تطلع مورقة كده وبالجمال ده وبمكونات بسيطة قوي وطريقة لذيذة جدا. وهقولك طريقة السيرب الصح تعمليها ازاي. شايفين طبقات الجلاش عاملة ازاي؟ تعالوا بقى نشوف الطريقة. اول حاجه هنعمل سيرب الجلاش بيبقى اول بقلاوه لازم يكون تقيل. معانا هنا 4 كوبايات من السكر، عليهم 2.5 كوبايات من الميه. واهم حاجه ان احنا نضيف عسل جلوكوز. عسل الجلوكوز ده مهم جدا ان هو بيدينا الطعم الحلو، لكن مش المسكر اللي نحس ان هو جاذع. وكمان بيخلي السيرب ما يسكرش مننا. هنضيف معلقتين. هضيف بقى كل المكونات دي كده على النار ومش هقلب ولا اي حاجة. انا عايزة بس الخليط ده يبتدي الاول يغلي. وعسل الجلوكوز ده طبعا بيبتدي يدوب على النار. اول ما السيرب يبتدي يغلي نبتدي نضيف عصير ليمونة زي ما احنا شايفين كده. من بداية الغليان هسيب السيرب على النار حوالي 6 دقايق ل7 دقايق طالما ضايفين عسل جلوكوز. وبعد كده هضيف في الاخر فانيليا واسيبه يبرد. تعالوا بقى نعمل الحشوة. معانا 2 كوبايات من اللبن، عليهم 3 معالق من النشا على البارد. طبعا 2 كوبايات لبن تكون بارد. هنضيف عليهم 3 معالق من النشا ومعلقة من السميد، وممكن نضيف معلقة من القشطة او معلقتين من الكريم شانتيه البودر لو حابين. وهنا ضفت معلقة واحدة بس من السكر. وببتدي اقلب المكونات دي الاول على البارد كده مع بعض، وبعد كده ابتدي ارفعها على النار. وبنضيف طبعا باكت فانيليا. بنخلط اهم حاجة المكونات كويس ونبتدي نفك التكتلات بتاعة النشا ونرفعها بعد كده على النار. هنا معانا خلاص السيرب غلي. السيرب لما بيغلي لازم نعمل في كده بالجنب الحلة بنعملها بفرشة مبلولة بمية علشان ما يسكرش مننا. من 6 ل7 دقايق وخلاص بنطفي عليه وبنضيف فانيليا وبس كده. السيرب ده تقدري تستخدميه في كل الحاجات الشرقية، الحلويات، الكنافة، الجلاش، الصوابع زينب، الزلابية، بلح الشام، كل ده بيحتاج سيرب تقيل. معانا بقى هنا الكريمة حطيناها على النار وهنبتدي نقلبها كده ودايما نخلي ايدينا فيها لغاية لما تبتدي تتقل معانا بالشكل ده. بنقلبها كده اهوت يعني نص دقيقة عشان يروح طعم النشا. انا مش عايزة احس بطعم النشا فيها. وبحطها في طبق واغطيها بطبقة من البلاستيك واسيبها عشان مش عايزة الوش بتاعها ينشف، واسيبها تبرد تماما. ممكن نحطها في التلاجة عادي جدا. تعالوا بقى نشوف هنعمل الجلاش ازاي. انا اول ما جبت لفة الجلاش قسمتها كل ورقتين مع بعض عشان الموضوع يكون سهل. هنفرد كده اول ورقتين وهنبتدي ندهن سمنة سايحة. هيكون معانا حوالي نص كوباية من السمنة السايحة، ويفضل ان هي تكون سمنة بلدي طبعا، لكن ممكن تستخدمي المتاح عندك. لكن السمنة البلدي بتعلي التست جامد جدا وهي افضل حاجة في عمل الحلويات الشرقية. زي ما احنا شايفين كده بندهن الورقتين يعني كلهم، وبنضيف ورقتين تانيين. يعني انا بدهن طبقة سمنة واحدة ما بين كل ورقتين. بنبتدي نسويهم كده على بعض. طبعا انا قسمتهم ورقتين ورقتين عشان الموضوع يبقى اسهل وتقدري تخلصيهم بسرعة. بندهن زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة ان احنا ندهن كويس. لازم نتبع طبعا التكنيك. الحاجة اللي بيتحط لها سيرب سخن نحط سيرب سخن، اللي بيتحط التلج بيخلي الحاجات تنجح معانا او تفشل معانا. ممكن تركة بسيطة قوي او تركة صغيرة هي اللي تبوظ معانا الوصفة. هنا ما ينفعش ابدا ان احنا نضيف زبدة، لان الزبدة ممكن هتتحرق معانا في الفرن لان بيكون فيها نسبة من اللبن.
فبالتالي هتتحرق معانا في الفرن وهتعمل لون كده مش حلو في الجلاش بتاعنا. بظبط الورقة كويس، لو في ورقة مش مظبوطة او فيها كسرة او حاجة ببتدي اظبطها كويس زي ما احنا شايفين كده. بالفرشة بسيط خالص ببتدي احط السمنة واضيف ورقتين. طب بنضيف كام واحدة؟ بضيف 6 طبقات، كل واحدة ورقتين. 6 طبقات كل واحدة ورقتين، وبدهن ما بينهم. اقل حاجة ممكن نضيفها يعني 5 طبقات، بس بتطلع خفيفة شوية، لكن 6 طبقات دي بتكون حلوة جدا، وهتطلع معاكم زي ما انتوا شفتوها كده في اول الفيديو. ايه اللي بيخلي السيرب يسكر مننا؟ حاجات كتيرة قوي طبعا. الكمية بتاعتنا ان احنا نحطها تكون مش مظبوطة، البخار اللي بيطلع ده بيكون محمل بحبيبات السكر، فاحنا لو ما عملناش بالفرشة كده وبالمية بيبتدي ده يخلي السيرب يسكر. العسل اللي احنا بنضيفه، طبعا عسل الجلوكوز ده من ضمن الحاجات اللي بتمنع التسكير، هو عامل، لكن طبعا حسب برضو النسبة اللي بتحطيها. ممكن لو بنحط نسبة قليلة ممكن دوت ما يمنعش التسكير، تقولي انا بحط عسل جلوكوز وهو بيسكر، لان النسبة مش مظبوطة. الخطوة اللي احنا بنعملها بتاعة الفرشة دي بتضمن لنا ان جوانب الحلة تكون نظيفة وما فيهاش اي حبيبات سكر، وبالتالي بتخلي السيرب ما يسكرش مننا. الجلاش والبقلاوة وبنحتاج سيرب يكون بارد ويكون تقيل. الكنافة طبعا والحاجات دي هقول لكم طبعا يعني لما نيجي نعمل فيديو ان شاء الله للكنافة. احيانا بنحط السيرب دافي سخن، واحيانا بنحطه بارد وتقيل برضو، ده على حسب الوصفة. بعد كده ببتدي بقى زي ما انتوا شايفين كده، انا جبت هنا مسطرة عشان خاطر اطلعها مظبوطة. هقسم شرايط كده او بالطول الاول، وبعد كده هقسمها بالعرض. انا عايزة اعمل مربعات، مربعات تكون متساوية. تقدري تعمليها طبعا بالنظر، لكن انا حبيت اعملها بالمسطرة عشان تطلع معايا مظبوطة. هقسمها كده وابتدي اقطع كل الطبقات لغاية الاخر، اتأكد ان الطبقات كلها اتقطعت لغاية الاخر. زي ما احنا شايفين كده الموضوع سهل جدا وبسيط ولذيذ، ومش هياخد معاكي اي وقت خالص. نقطع كده بالطول، انا قطعتها كده 3 على 3 شرايح بالطول، وهبتدي بعد كده اقطعها مربعات بالعرض زي ما احنا شايفين كده. في الحلويات الشرقية برضو انا حابة اقولكم بس شوية معلومات كده واحنا بنعمل الوصفة. الفانيليا اللي هي الباودر او الباكتس دي بتبقى احلى من الفانيليا السايلة، بتدي ريحة حلوة جدا في السيرب. وكمان لما بنحطها في الحاجات اللي هي زي الحشوات اللي هي الكريمة او المهلبية اللي بنعملها، الافضل ان احنا نحط الكريم الفانيليا اللي هي الباودر، دي بتكون ريحتها احلى. بعد كده بقسم مربعات زي ما انتوا شايفين كده، وببتدي اقطعها كده بالقطاعة او بالسكينة. الوصفة دي ميزتها ان هي بتبقى بتتعمل اسهل، ما بتاخدش كمية كبيرة من السمنة، وبتديكي كمان عدد قطع اكتر. يعني انتي لو بتعملي الوصفة وعندك مثلا عزومة او محتاجة عدد قطع اكتر، دي هتديكي عدد قطع اكتر من الصينية العادية. قطعنا كده مربعات متساوية زي ما احنا شايفين كده بالظبط. شايفين بقى الطبقات اللي احنا قطعناها دي كده، كل مربعة لوحدها، كل مربع لوحده ده هيبقى قطعة. بحاول اقطع اي حتت متماسكة كده، وهبتدي ارصهم بقى فوق بعض، بس يعني عكس بعض عشان خاطر اطلع كل مجموعة من الطبقات لوحدها احشيها. كده الموضوع سهل جدا وبسيط.
هيطلع لنا عدد قطع كبير جدا، وكمان شكلها في التقديم بيكون لذيذ. ابتدي بقى ارصهم كده فوق بعض. تنظيم الشغل وانتي بتشتغلي ده مهم جدا، ان هو بيسهل عليكي لما تكوني عامله كل حاجتك ومنظماها جنب منك ومحضره مقاديرك وادواتك وكل حاجه جنبك، وعارفه هتعملي ايه التكنيك بتاعك بالظبط. ده بيسهل عليكي جدا وانتي بتحشي او انتي بتشتغلي عامه في اي وصفه. بيسهل عليكي الشغل جدا وبيخليكي تنجزيها بسرعه. هنا الكريمه بعد ما بردت انا كنت حاطتها في التلاجة. ببتدي بقى كده بالمعلقة كده ألينها شوية عشان نحشي منها الجلاش. ناخد بقى أول واحدة. بصوا الموضوع سهل قوي. هناخد القطعة كده وهنبتدي نضيف جزء من الحشوة كده في النص. مش عايزة الحشوة تيجي على الأطراف ولا أي حاجة، الحشوة في النص بس. وهبتدي أطبقها كده زي المثلث بالظبط كده، ولو في جزء طلع مننا أو حاجة بنبتدي نشيله زي ما احنا شايفين كده. بضغط بس على طرف المثلث، ما بضغطش على الجزء اللي فيه الحشو ابدا. وفي صينيه مدهونه ببتدي ارصهم. اوريكم واحده كمان بنعملها ازاي عشان تبقى سهله عليكم. ببتدي بحط بقى الطرف ده، يعني بخلي طرف اللي هو المثلث ده بحط عليه واحده تانية علشان تفضل مقفوله ما تفتحش مننا في الفرن. في الوقت ده بنكون مسخنين الفرن علشان تجهز على بال ما نكمل الحشوات. مهم جدا ان تكوني مسخنه الفرن قبل ما تدخلي اي حاجه فيها. لازم تسخني الفرن الاول، سواء بقى حلويات سواء كيك سواء اكل عادي، اي حاجه لازم الفرن تسخن وتاخد درجه الحراره بتاعتها المظبوطه. وبعد كده نبتدي نضيف او نحط فيها اللي احنا عايزينه. بمسحه بقى خفيفه كده ببتدي بدهن الوربات من فوق كده بالسمنه علشان تاخد اللون الذهبي الفاتح بتاعنا الجميل اللي شفناه. شايفين انا حاطه طرف المثلث كل واحده عليها واحده علشان ما تتفتحش مننا في الفرن وتطلع مورقه وجميله زي ما شفناها كده. ندخلها بقى على فرن درجه حراره 170. هتاخد معانا حوالي 35 دقيقه او 40 دقيقه على حسب الفرن بتاعك. وبعد كده نخرجها. هنا السيرب بعد ما برد شايفين بقى تقله بقى عامل ازاي. سيرب بارد خالص، ده اللي عملناه في اول الفيديو. تبتدي بقى تطلع وربات الجلاش من الفرن، ونبتدي نسقيها بالسيرب التقيل البارد. مهم جدا ان السيرب يكون بارد ويكون تقيل عشان تطلع مقرمشة معاكي، ما تبقاش طرية. الناس اللي بتحب الجلاش او البرد تكون طرية شوية، او لناس كبار السن بتكون طبعا صعب عليهم اكلها مقرمشة كده، نقدر نسقيها بالسيرب يكون دافي شوية. ده اللي هيخليها تبقى قطرة معاكي. او السيرب يكون اخف شوية. لكن اصل الوصفة انا بقول الكلام ده للناس اللي هي ممكن تكون اسنانها تعبانة، او للناس كبار السن اللي هم ممكن يكونوا ما يقدروش ياكلوها. نقدر نسقيها بسيرب دافي ويكون اخف من كده شوية، وتطلع معانا باللذاذة والجمال والشكل الحلو ده. وصفة سهلة جدا وبسيطة تقدري تعمليها بمنتهى البساطة. وحتى لو مش هتعرفي تعملي حلويات، اتبعي التكنيك بس بالظبط والمقادير بالظبط تقدري تعمليها مظبوطة وصح. وشكل جديد كمان للتقديم حلو جدا هيبقى على سفرتك. شايفين الطبقات مورقة ازاي، واللون طالع ذهبي حلو جدا علشان احنا ضايفين سمنة. تقدري تضيفي مع السمنة لو حابة معلقة او معلقتين من الزيت.
لكن يكون زيت ملوش اي ريحة، مش زيت قلي، يكون زيت دوار الشمس مثلا او زيت ذرة، لكن ما يكونش زيت ليه اي ريحة. شايفين الطبقات والتوريقة؟ كل الطبقات اللي احنا حطيناها ورقت وبقت بالشكل اللذيذ ده. اتمنى الوصفات اللي انا بقدمها تكون عجبتكم وبتنال رضاكم، ولو شايفين ان الوصفات فعلا بتعجبكم ياريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد بالتكنيك الصح المظبوط بدون اي افتكاسات. اشوفكم في وصفة جديدة وفان فود مع أمورة. باي باي.